زوم أوت، برنامج بيهتم بصحتك النفسية تحت رعاية مؤسسة الحياة منك للخدمات الاجتماعية. أغلى حاجة تمتلكها في حياتك هي مشاعرك، لأن هي المسؤولة عن كل حاجة في يومك، قراراتك، علاقاتك، أفكارك. علشان كده أكتر حاجة تعيشك مرتاح إنك تعرف تسمي مشاعرك وتبقى قادر إنك تتعامل معاها بشكل صحي. بس الأول خلينا نعرف يعني إيه مشاعر وإزاي أسمي مشاعري بشكل صح. المشاعر هي التكوين الرئيسي لكل سلوكياتنا. يعني كل سلوك عندنا بيتكون أساسه من فكرة بتولد مشاعر بتنتج عليها سلوك. عشان كده المشاعر هي الجزء الرئيسي المهم جدا في حياتنا. طب المشاعر بتتكون من ايه؟ يا اما من فكرة يا اما من جزء فسيولوجي اللي هو الهرمون. الفكرة بتيجي من مصادر الافكار اللي احنا عارفينها، سواء الاهل، خبرات الطفولة، خبرات الحياة، الاصدقاء، السوشيال ميديا، ودولت اللي بيأثروا تأثير قوي جدا على العقل فينتج هرمون داخلي. الهرمون ده هو اللي بيأثر على السلوك وبينتج لينا سلوك مختلف. عشان كده المشاعر هي جزء رئيسي في حياتنا، وهي اللي بتنتج كل السلوكيات اللي احنا بنعيشها. وعشان كده مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه هي المشاعر ونسميها. طب اسميها ازاي؟ ان انا ابدأ اعرف معرفة كاملة عن انواع المشاعر، واعرف ايه هي عجلة المشاعر وبتتقسم ازاي، وكل مشاعر ازاي ليها اساس وليها نتائج. كل ما ابدا ادرب نفسي على ان انا اعرف المشاعر واعرف ازاي بتتكون وازاي بتظهر وازاي بتوضح قدام الناس، بقدر اعرف المشاعر اكتر واسميها اكتر. بس حتى بعد ما سميتها ممكن أتأثر بأي حاجة، ولا في طريقة ممكن تعلمني إزاي أحافظ على مشاعري ويبقى عندي مرونة نفسية؟ الجسم بيحتاج طبيعي لمناعة، وطبيعي جدا إنه النفس البشرية أو النفس الإنسانية كمان تحتاج مناعة. عشان أتقبل الصدمات والتحديات والضغوطات اللي موجودة في حياتي لازم يبقى عندي حاجة اسمها المرونة النفسية أو المتانة النفسية. تعالوا نبسط الحكاية كده ونتكلم مع بعض عن إيه هي المرونة أو المتانة النفسية. ببساطة شديدة جدا، لو عندي كورتين، كرة بينج بونج وكرة تنس، لما هاجي هدوس على كرة البينج بونج هتتكسر مني، لكن لما هاجي ادوس على كرة التنس هي قوية وهتتحمل الضغط بتاعتي. طبيعي الانسان اللي عنده المتانة النفسية او المرونة النفسية من اسمها بيكون مرن. مرن في ايه بالظبط؟ مرن في اي حاجة بتحصل في حياته، اي تحديات، اي صدمات، اي خبطات بتحصل له على مدار حياته، هو بيقدر يتقبل ده وبيستوعب ده بسهولة وبيكون عنده مرونة. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده بيكون عنده بلان بي. يعني لو حاجة حصلت في حياته وباظت وفشلت ما بيعتبرهاش فشل، بيعتبرها ان هي محاولة وباظت، وبيدخل على المحاولة اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها لحد ما بيوصل لنجاح. ببساطة شديدة جدا، المتانة النفسية عشان يكون عندي المرونة النفسية دي أو المتانة النفسية بتحتاج إن أنا أعمل عملية اسمها التفريغ، عشان ما يوصلش الإنسان إنه يكون عنده ضغط. عشان أقدر أعمل عملية التفريغ دي ممكن أطلب من أي حد إنه أطلع كل مشاعري عشان أقدر أحافظ على مشاعري الإيجابية فأتخلص من مشاعري السلبية. المتانة النفسية بكل بساطة هي مش صفة، هي سمة أنا بقدر أشتغل عليها وأقدر أكتسبها وأتمرن عليها. بكل بساطة عشان محدش يكون قلقان، المتانة النفسية أقدر أكتسبها بسهولة وأقدر أشتغل على نفسي عشان يكون عندي مرونة، أتقبل بكل بساطة أي تحدي بيحصل لي أو أي ضغط نفسي عشان أقدر أعديه وأكون كويس. ببساطة شديدة تمتعوا بمتانة نفسية حلوة وخليك كورة تاني. طيب بعد ما فهمت مشاعري، يا ترى في طريقة تعرفني إزاي أفهم مشاعر اللي قدامي وأتعامل معاها؟ التعامل مع مشاعر الآخر من ضمن مواقف كتيرة جدا ممكن تخلينا نخش في صدامات مع الناس اللي حوالينا وفي حياتنا. وعلشان نقدر نوصل ان احنا علاقاتنا بالناس اللي حوالينا معانا في حياتنا عموما، ايا كان شكل العلاقة، سواء كان عيلة او صحاب او زواج او حتى ان كانت علاقة ارتباط او علاقات عاطفية، لازم نقدر نوصل لمرحلة من التمتع بمهارة ان احنا نقدر نتعرف على مشاعر الناس اللي معانا، علشان نقدر نتفادى صدامات كتيرة جدا بتحصل ملهاش اي لازمة. واحيانا كتيرة جدا احنا بنتحط في الصدام ده غصبا عننا. وعلشان نقدر ان احنا نعدي الصدام ده والعلاقه ما بيننا تبقى اقوى، لازم نعمل شويه خطوات بسيطه جدا. اولا، يفضل ان انت تبقى حاطط في بالك ان مش انت السبب في غضب اللي قدامك، او مش انت السبب الرئيسي في المشاعر السلبيه اللي حاسسها الطرف اللي قدامك. تاني حاجه المفترض ان انت تعملها دايما وانت في اي صدام، حاول ان انت ما تبداش كلامك مع الشخص اللي انت في صدام معاه بكلمه انت، لان انت دي لوحدها
بتحط اللي قدامك في ضغط نفسي، وبتحط اللي قدامك في وضع دفاعي من اي كلمه انت ممكن توجهها له. حاول دايما ان انت تبدا كلامك بانا مقدر اللي انت فيه، وحاول دايما ان انت توصل له اللي مش هو السبب في الموقف اللي حاصل. تالت واهم خطوه يفضل ان انت تعملها ان انت تقدر توصل لمرحله من مراحل الاستماع، اللي انت تعرف اللي قدامك محتاج ايه. احيانا كتيره جدا بيحصل صدامات في علاقات كتير بسبب ان انت ما انتش قادر اصلا تحدد احتياج الشخص اللي معاك في العلاقه، سواء كان زي ما قلنا في اول الكلام خالص، سواء كان في عيله او صحاب او اي حاجه. لو قدرت ان انت تسمع احتياجات الشخص اللي قدامك هتتفادى اي صدام، وهتطلع بالعلاقه اقوى 100 مره من ما كانت عليه. علشان كده التمتع بمهاره ان انت تقدر تفهم مشاعر اللي قدامك بعد ما تفهم مشاعرك وتسميها، هي اكتر حاجه هتخلي الخلافات ليها طعم، والعلاقات اللي في حياتك هتبقى صحيه وهتقدر تعدي من اي صدام. يعني أنا مش مسؤول عن مشاعر اللي قدامي، بس يا ترى هل ليا دور في إني أقدر أغير مشاعره وأخليه يطلع من أي مشاعر سلبية هو بيعدي بيها؟ طبعا كلنا إنسان وكلنا بنمر بمشاعر، وعندنا مشاعر، ومن مشاعرنا إن إحنا بنحب، وبالتالي بيتصادف بعض الأوقات مع الشخص اللي إحنا بنحبه بعض تصرفات أو مواقف ممكن بيحصل فيها عدم توافق، فبالتالي بيجيلنا شعور من الداخل إن إحنا حابين نغير الشخص ده. أعرف تفكير أكبر خطأ ليه إن إحنا نفكر بإن إحنا ممكن نقدر نغير إنسان. مش بإيدينا إن إحنا نغير، لابد إن إحنا نتبنى قناعة إن أنا إنسان وأعرف إن أنا مؤثر فقط. إذا صادفنا في وجود شخص بيمر بمشاعر سيئة، سواء كان حزن، غضب، ضيق، أيا كان، أو حسينا إن حياته مش بتمشي بأفضل صورة، إزاي أقدر أنا كإنسان وبحبه وحابب له إنه يكون في وضع أفضل أخرجه من الحالة دي؟ لازم أكون واثق وعندي ثقة بإن أنا لازم أتقبل حالته، وبنفس التوقيت أعرف إن أنا بما إني مؤثر فهشتغل معاه على عاملين، عامل معنوي والتاني مادي. المعنوي وأقوى شيء فيه هو الاستماع، بإن أنا أستمع له بصورة قوية، بصورة يكون فيها نوع من أنواع الاهتمام، الإصغاء الكامل، وبنفس التوقيت من غير حكم، من غير نقد، من غير أي تعليق أو توقيف للكلام. أخليه يساعده إنه يتحرر من مشاعره كلية، يوصف ويعبر بكل اللي هو يريد إنه يقوله. تمام. وبعدها بتيجي إن أنا لازم أقول كلمات تعاطفية، إن هي تكون مثل لا بأس بإن أنت بتمر بظروف صعبة أو عندك مشاعر مش أفضل شيء في الوقت الحالي، دي هتساعده بنسبة كبيرة بأنه هو يدرك أنه مش الشخص الوحيد يلي بيمر بحالة سيئة في الدنيا. حاجة بعديها وده بتساعده أنه يخرج بصورة أفضل وبصورة أسرع، أنه يؤدي له كلمات إيجابية مثل أنت تقدر تخرج من اللي أنت بتمر بيه. وأقوى تحفيز في المرحلة دي بأن أنت تخليه يذكر موقف هو كان سيء مر بيه من قبل، وبالتالي قدر إن هو يتجاوزه ويخرج منه بصورة أفضل وحياة أحسن. الجزء المادي بأن أنا أقدر أساعده كخطوات فعلية في حل مشكلته، سواء كانت أي نوع مشكلة، بأن نقول له تيجي نجرب نعمل ده، أو تعالى ناخد الخطوة دي في حل المشكلة. دي الخطوة المعنوية والخطوة المادية يلي بالفعل هتساعده إن هو يتحرر بنسبة كبيرة من المشاعر السيئة اللي كان بيمر بيها، وبالتالي هيخرج من المرحلة دي لأفضل حل ممكن إن هو يتواجد ليه، وإنت تكون حصلت على الصورة اللي إنت حابب تشوفه فيها، وهو إنه يكون سعيد. أكاديمية أوميجا بتقول لك كل سنة وأنت طيب، ومستنيينك في الدفعة اللي جاية. سجل بياناتك دلوقتي علشان تلحق خصم على أكبر دبلومة دراسات صحة نفسية في مصر.